السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة كلمات. شخصية حلقة النهاردة عن الكاتب والطبيب والأديب والمفكر المصري دكتور مصطفى محمود. اسمه مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ. ولد في ديسمبر سنة 1921 في شبين الكوم، محافظة المنوفية في مصر. كان يعيش في أسرة متوسطة الحال، وكان والده موظف. كان دكتور مصطفى محمود كثير المرض في طفولته، مما أدى لرسوبه 3 سنوات في مرحلة تعليمه الابتدائية. أكمل دراسته الثانوية ودخل كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، وتخصص في جراحة المخ والأعصاب. تخرج من كلية الطب بتفوق، وعلى الرغم من ذلك كان نابغا في الأدب منذ كان طالبا. كانت تنشر له القصص القصيرة في مجلة روزا اليوسف، والتي عمل بها بعد تخرجه من كلية الطب، مما دفعه لاحتراف الكتابة. وعندما أصدرت الدولة قرار يمنع الجمع بين وظيفتين، كان مصطفى محمود وقتها يجمع بين عضوية نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، ولذا قرر الاستغناء عن عضوية نقابة الأطباء، مفضلا الانتماء إلى نقابة الصحفيين والعمل كأديب ومفكر. فألف 89 كتاب، بين القصة القصيرة والرواية إلى الكتب العلمية والفلسفية والاجتماعية والدينية. فكانت كتبه عبارة عن هجرة مستمرة للبحث عن الحقيقة. عبر دكتور مصطفى محمود في كتبه عن المراحل التي مر بها، كالمرحلة العلمانية ومرحلة الدخول لعالم الأديان وصولا لمرحلة الصوفية. من مؤلفاته الأدبية في القصة القصيرة قصة الذين ضحكوا حتى البكاء، رائحة الدم، شلة الأنس. ومن رواياته رواية المستحيل ورواية الأفيون. من مسرحياته مسرحية الإسكندر الأكبر ومسرحية الإنسان والظل. أما كتبه في الإسلاميات فمنها كتاب الإسلام في الخندق، وكتاب الإسلام ما هو، كتاب الطريق إلى الكعبة، وأيضا كتاب رأيت الله، والعديد من المؤلفات الأخرى والمقالات. يتميز أسلوب دكتور مصطفى محمود بالقوة والجاذبية والبساطة، فكان صوتا ينتظره المصريون في البرنامج التلفزيوني الشهير العلم والإيمان، والذي كان يتكون من 400 حلقة، ليأخذ المشاهد في رحلة نحو عظمة الكون وإبداع الخالق، ويسرح بهم في رحلة نورانية وروحانية. أراد دكتور مصطفى محمود تجسيد الأفكار والمعاني التي قدمها عبر سنوات طويلة، فقام وعلى نفقته الخاصة ببناء مسجد كبير سماه على اسم والده، مسجد محمود، لكنه اشتهر باسم مسجد مصطفى محمود. ثم ألحق به مستشفى خيري متخصص. أنشأ أيضا جمعية تتضمن العديد من المراكز الطبية ومراكز البحث المتخصصة في الطب البديل والعلاج الطبيعي، كما تحتوي على 4 مراصد فلكية ومتحف للجيولوجيا. ونظرا لجهوده الفكرية والأدبية، حاز مصطفى محمود على جائزة الدولة التقديرية سنة 1995 بمصر. أصيب بجلطة في آخر أيام حياته، واستمرت رحلة علاجه عدة أشهر حتى توفي يوم السبت 31 أكتوبر سنة 2009 في القاهرة عن عمر ناهز 88 عام. شيع جثمانه من مسجده في جنازة مهيبة. رحم الله دكتور مصطفى محمود. والآن نستعرض لكم مختارات من أقواله، فلنتابع.